تكملة لكلامنا بتاع الحلقة اللي فاتت، وبما اني بني ادم ديني يعني نتن ومش بروح الساحل، او تحديدا مش معايا فلوس اروح الساحل، بس عبده صاحبي معاه فلوس يروح الساحل فهو اللي مديني الماتيريال يعني. وانا من اتباع مقولة ان لم تستطع اسعاد نفسك فعكر مزاج الاخرين. اكيد اللي قال المقولة دي برضو كان راجل ديني، وعشان كده دي الحلقة التانية من الساحل الشمالي طلع كله شرير عشان اعكر مزاجهم. لسه ما جاش اللي في يوم يعكر لي مزاجي، ده انا عكر الامان. كرسي شمسيه يا باشا، دي اول جمله هتسمعها وانت داخل على البحر ومفيش اختيارات، يعني انت ما عندكش اوبشنات، هتاخد كرسي شمسيه يا اما هتقول لا انا هقعد على الرمل. فهيبص لك بس من فوق لتحت كده، هيعرف ان انت مستاجر على طول، وهيبص لك كده فيها ايه يعني لما تاخد كرسي وشمسيه ب1000 ونص نص ساعه، يعني فيها ايه؟ بعدين ب1000 ونص ليه يا عم؟ يا عم ليه ب1000 ونص؟ هو انت بتبيع لي متر ارض على البحر ب1000 ونص؟ يعني انت لو بتبيع لي متر الارض عرفني كرسي وشمسيه ايه اللي ب1000 ونص؟ ده هم كرسي وشمسيه اصلا ما اشتريهمش ب150، وبعدين اكتشفت ان انت في اوبشن ان انت تاخد شمسيه بس. ده عبده صاحبي اللي قال لي عليها طبعا. هاخد شمسيه اعمل بيها ايه لما انا كده كده هقعد على التراب على الرمل في البحر؟ انا هاخد شمسيه اعمل بيها ايه؟ بالمناسبه عبده صاحبي جاب لي واحده روني ومش هيحاسبني عليها. يا عم كنت بعمل لك اعلان. المهم لو دخلت قعدت على الرمل وبقيت راجل ديني، او لو خدت كرسي وشمسيه وبقيت راجل عبيط، او لو خدت شمسيه بس وعملت ناصح، في كل الحالات انت هتشوف حاجه اسمها عجائب الساحل. دي حاجه اعجب من عجائب الدنيا السبع على نفس القافيه، عشان انا مش كرييتيف خالص وما عرفتش اطلع قافيه جديده يعني. انت من اول الحاجات اللي هتشوفها في عجائب الساحل اللي انت اول ما تدخل على البحر هتلاقي ناس حرانه، وطبعا شيء بديهي ان هم حرانين فبيقلعوا، فهم كلهم مش لابسين حاجه خالص، رجاله وحريم، اشي بكيني واشي مليني واشي وان بيس واشي ما اسامي مايوهات ما يعلم بيها الا ربنا، كلها حاجات فواحش اخي في الله. واقل مايو فيهم مش اقل من 10000 جنيه. انا انزل بالبوكسر ابو 250 و25 الاربعه ب 25. احب اشكر امي طبعا على البوكسرات اللي بتجيبها لي، بتجيب لي الاثنين ب50، ودي صفقه طبعا صح الصح. المهم بتلاقي واحد قاعد كده فرد نفسه كده وقاعد ومكشر عمال يقول يا خالد يا خالد، فانا مستني اشوف يعني خالد الله يعينه الصراحه عمل ايه خالد عشان تنادي عليه كده وهتعمل فيه ايه. فبص الاقي خالد جاي عليا شعره ما شاء الله لغايه هنا انت فاهم، ولابس بكيني وحاجه كده اسمراني، حاجه جميله يعني. اتاري خالد ده مراته، يعني هو بينادي عليها باسمه عشان هو بيغير عليها. انت بتغيري عليها كوكي، انت بتغيري عليها. لما انت بتغير عليها يا دي شتيمه جديده انا اخترعتها دلوقتي. جايبها هنا ليه ولمبسها ليه كده؟ في مايو اسمه بوركيني بيكتف الدنيا، مايو صح الصح واسلامي و10 على 10. لما انت بتغير كده لبسها مايو بوركيني، صح اسمه بوركيني؟ المايو اللي هو بيبقى طرحه وبتاع اسمه بوركيني. طب عارف البكيني اكيد. طالما انت بتغير عليها ملبسها بكيني ليه يا راجل؟ عيب عليك وعيب على شعر صدرك اللي انت مستشورهولي وعملولي كده. عرض شعر صدره للناس كلها. تعال اتفرج على شعر صدري، انا رجوله جامد خلي بالك، انا رجوله خلي بالك يا خالد. معلش تعالي كده، تعالي اقعدي هنا، مش عايزين الناس بقى كلها تتفرج. هتفضل بص لخالد كده مستغرب، فهتشيل عينك من عليه تبص الناحيه التانيه هتلاقي واحد قاعد لابس بدله او قميص وبنطلون ولابس نضاره وجزمه، فتتخض. انت جاي تدي محاضره للسمك ولا ايه؟ لا هو جاي يعرفك ان هو زهقان من الميه وقرفان منها ومش عايز ينزل، وانت يا معفن يا منتن انت انزل عوم براحتك. انما انا مش جاي اعوم، انا زهقان من الميه، انا جاي ادي محاضره للسمك. اول ما تلاقي الراجل ده عارف ان هو ملك في القريه وسيبه وامشي، قميص وبنطلون ايه يا بين اللي انت جاي لي بيهم على البحر؟ عايز تعرفني ان انت مالك؟ يعني في 30 طريقه ان انت تعرفني ان انت مالك بيهم، ترمي دولارات على الناس كده هتعرف ان انت مالك في الساحل الشمالي، وهلم الدولارات وهروح بينا. المهم سيب الملك ده ما تبصش عليه، عشان انت اول ما تبص له اصلا بص له كده تحسه قلة القوم ابن ليه يا عم؟ ما كانوش 2 3 مليون شاري بيهم شاليه في الساحل؟ لا هو المبلغ كبير الصراحه، صح؟ مبلغ كبير. بتكلم على 2 3 مليون وانا معيش 20 جنيه، هتحاسبني انت على الراني دي؟ ده انت كده دمرت لي الميزانيه الشهريه. المهم هتشيل عينك من على الملك ده وهتبص عليه، هترمي عينك كده ناحيه البحر شويه هتلاقي شويه عيال كده او 2 أو 3 بيعملوا تيك توك. دول سيبهم، بتوع التيك توك دول سيبهم براحتهم، هم يعملوا اللي هم عايزينه، عشان انا كمان بعمل تيك توك واحنا ناس محترمه وبنحب نعمل تيك توك على البحر. ولينك التيك توك بتاعي في الديسكريبشن، ولينك التيك توك بتاع عبده في الديسكريبشن. وعبده شغال ينزل 3 4 فيديوهات في اليوم، الجن الولد هوس بالتيك توك. ايه
هحط لكم عرض نفسه في الديسكربشن تحت، بيدز كل 4 ثواني فيديو. بص زود لك ناس، اعملوا بس لايك قبل ما تروحوا لعبده. ايه افتكرونا احنا. المهم كل ده انت ما نزلتش البحر، يعني انت العجائب دي اللي انت شفتها لسه على الشط، في عجائب تانية بس انا عشان وقت الحلقه بس. المهم انت بتنزل البحر عمال تتحرك هنا وهنا وخايف تروح في الغويط، تروح عند اللي خلقك، تروح للبرزخ، فانت خايف. فوانت واقف بص تلاقي بنت بتكح جنبك فتبقى عايز تلحقها، تلاقي واحد اتقدم اتقدم تلاقيه غطاس وجد من العدم. يعني متعرفش جه من السما طلع من الميه، كان قاعد مع سمكه بيشوف الكلام على ايه ما تعرفش، بس المهم ان في غطاس وجه في لمح البصر اول لما البنت كحت، بس ما كانتش بتغرق كمان. فانت تطمن وتبتدي تسحب نفسك للغويط شبه العبيط، واحده واحده شبه العبيط، لان انا العبيط ده. تسحب نفسك للغويط، تفضل تروح للغويط تغمض عينك وتفتحها تلاقي نفسك في قاع الهامور قاعد مع سبونج بوب وبسيط وعاملين قاعده كده بتشوفوا ايه الخلطه السريه بتاعت سلطع برجر. بعد ما قعدت 3 ساعات تنادي على ابن الغطاس يلحقك، بس انت غرقت. هو الغطاس ما قالكش ان هو ابن بيلحق النسوان بس، بيجري على البنات. هو لسه لغايه دلوقتي بيشوف البت بالكح ليه يا ابن بس سبتني نغرق يا ولد غطاسين ولد. يا بكام دي يا عبد؟ 15 جنيه دي؟ لا يا عم افتح الله، احنا قاعدين في الساحل ولا ايه؟ المهم انت بعد ما غرقت طبعا، عشان كده ما بحبش الهزار في البحر وما بحبش الصحاب اللي بتهزر في البحر. اصل لازم تلاقي كده، لازم تلاقي واحد صاحبك متعلم العوم في نادي صيد الغزلان. يا ابني ازاي ده بيصطادوا غزلان هناك؟ يقول لك لا انا متعلم العوم هناك. عيب عليك عيب عليك، يقول لك عيب عليك انا متعلم العوم في نادي صيد الغزلان. عيب الكلام ده. يقول لك تعال ندخل في الغويط واللي يخسر يعزم التاني على حاجه. يا ابن اللذينه الحته الوحيده اللي هعرف اعزمك فيها لما اخسر، لاني بالتالي هكون غرقان يا متخلف، هي سلطع برجر. هعرف اعزمك كده على 2 سلطع برجر وبيبسي دايت، يعني ده اللي انا هعزمك عليه، ونروح ساعتها بقى نتحاسب انا وانت. يا ابن قال لك اللي يخسر اللي يخسر يعزم التاني على حاجه. يا راجل بالله عليك ما تحاسبني على البتاع دي. عندي واحد صاحبي من العينه دي كان جاي من جيزه، فنزل يعوم في الميه، فبقول له يا ابني انت بتعرف تعوم؟ لقيته داخل اصلا في الغويط. قال لي عيب عليك ده انا تمساح النيل. بس انتهى الكلام. انا عرفت ان الراجل ده جاي يغرق هنا، لان مفيش تماسيح في البحر يا متخلف، على الاقل في البحر بتاعنا يعني، فهو جاي يغرق هنا. وحبيت اضيف حاجتين اخر، حاجتين بس. الحاجه الاولى ان السهرات في الساحل الطيب بتخلص الساعه 10 بالليل وبتبقى عباره عن لعبه الشاي ده اخرها، بينما في الساحل الشرير السهرات بتبدا من الساعه 1 صباحا بعد منتصف الليل. تلاقي بقى صافينار وتلاقي شويه راقصات محترمات وتلاقي عصام الصاصه واخويا الديشه وحاجات كده ما تعلم بها الا ربنا. بس السهرات بتبدا بعد منتصف الليل، لان اخويا جيت نازل في مره الساعه 1 بالليل قال لي ايه انت نازل مع الشمامين والبدرجيه نازل تعمل ايه تحت دلوقتي؟ فانا حبيت اعرف اخويا ان السهرات بتبدا بعد الساعه 12 بالليل. يا رب ما يضربني، وانا بحبك والله. وحاجه كمان حبيت اضيفها، لو شفت مالك في الساحل الشمالي بيفاصل معاك في جنيه وربع عادي ما تستغربش، لان هم ابخل خلق الله، وعن تجربه شخصيه. يعني ممكن يجي يفصلك في الراني دي ممكن يفصلك في حقها. عبده ما تقلل لي شويه يعني، اظبط لنا السعر بس. انا مالك في بيتي. مالك حلة. بس يا شباب في رعاية الله اشوفكم في حلقة جديدة الاسبوع الجاي ان شاء الله. ايدك دان.